اهلا بيكم مع نهايه السباق الرمضاني ومع نزول اخر حلقات المسلسلات اللي كانت موجوده في رمضان ده. وفي اول ايام العيد صدر الاعلان الاول لمسلسل الحشاشين. مسلسل الحشاشين اللي جاي من بطوله كريم عبد العزيز واللي هيجي بنمط تاريخي، اللي هيحكي بقى عن فتره زمنيه ما بين القرن ال11 والقرن ال13. واسم الحشاشين الاسم اللي ممكن يكون جذاب شويه واللي يكون خادع بشكل اكبر، لان الناس هتفتكر ان دول جماعه او ناس كانت بتتاجر في نبات الحشيش. بس الحقيقة هي عكس كده تماما. ده دول كانت مجمعة أو منظمة كانت موجودة في القرن ال11 للقرن ال13، واللي كانت مسببة رعب لكل القوى السياسية الموجودة وقتها. حاجة اللي ما كانتش خليه حد موجود في الحياة دي إلا وعاملة معاهم عملية أو عاملة معاهم عملية اغتيال ضدهم، اللي كونت عداوات تقريبا مع كل القوى السياسية اللي كانت موجودة في الوقت ده. مع كده كانت معروفة وكانت منتشرة لحد دلوقتي، صوتهم مسموع. فمين بقى هم الحشاشين وازاي نشأت الجماعة دي، ومين هو الحسن بن الصباح اللي عمل الثورة أو عمل الجماعة دي، وايه هو مفتاح الجنة اللي في ايده ووعد الجنة اللي كان بيوعد بيه رجالته والناس اللي بيتبعوه. ده اللي هنعرفه بقى كله في حلقة النهاردة، فخليكم معايا. اهلا بيكم، انا احمد حلمي ودي قناة زومان. هنتكلم بقى النهاردة وهنحكي شوية عن قصة الحشاشين ومين هم الحشاشين اساسا. هنتكلم بقى ده كله في الإطار بعد ما شفنا الإعلان الأول اللي نزل لمسلسل الحشاشين، اللي هيكون من بطولة كريم عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمي ومن تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال. اللي أنا مش عارف هم ازاي أساسا هيعالجوا القصة دي، وإن هم ازاي هيقدروا يخرجوها منها قصة، خصوصا إن هي المفروض هتتعرض في رمضان، وإن هي كمان بتتكلم عن واحدة من أكتر الجامعات أو أكتر المنظمات اللي ممكن تكون جدل عبر التاريخ، وإن هي أنشئت عبر التاريخ. ازاي اساسا هيقدروا ان هم يعالجوها ويطلعوا الحاجة اللي فيها دي، او يقدروا يطلعوا منها احسن حاجة ممكنة. قصة مليانة تفاصيل وحاجات كتيرة، وده المميز في المسلسل ان هم كمان المفروض المسلسل ده كان هينزل في رمضان 2023. يعني كان ميعاد عرضه اساسا في رمضان اللي فات، بس هم قرروا ان هم يأجلوه لرمضان 2024 عشان يهتموا بتفاصيل اكتر ويطلعوه بشكل احسن. دي الحاجة اللي ممكن اقول ان هي عجباني شوية، وان هم هيعملوا بيها تميز شويتين كمان، ان هم هياخدوا فيها تفصيل اكتر. بس مع نزول الاعلان برضو كان في شوية تخوف، اعتقد مش مني انا لوحدي، وان كان في ناس اساسا شاركتني التخوف ده. فكرة ان هو بيتكلم بالعامية، فكرة ان انت تعمل مسلسل تاريخي وان انت المفروض اساسا صارف عليه وعامل عليه، ان انت تروح تتكلم دلوقتي بلغة عامية، ما اعتقدش ان هي حاجة هتكون حلوة. بس زي ما ليها عيوبها ليها مميزاتها، ان هو لو نجح ان الناس فاهماه ان هو ممكن يعدي. بس لو الناس ما حبتهوش وان هو فشل، صدقني ده هيبقى صوت كارثي لكل اللي موجودين في المسلسل، وهيبقى مسلسل حتى لو هو حلو هيقع بشكل كبير. بس برضو لحد دلوقتي انا متحمس اعرف هم ازاي برضو هيقدروا يعالجوا الكتابة دي، او هيقدروا ازاي يطلعوا قصة كبيرة من ورا كلمة الحشاشين، او من ورا القيمة اللي هم كانوا عاملينها في التاريخ الحشاشين. عشان تفهموا انا بتكلم في ايه اكتر والتفاصيل اللي كانت في حياتهم اكتر، تعالوا احكي لكم شوية عن تاريخهم وعن بداياتهم. بداية الحشاشين وبداية الحكاية كلها هي مع شاب واحد، وهو حسن الصباح. حسن الصباح اللي هو كان موجود أو كان مولود في إيران، أو اللي هي ما تعرف إيران دلوقتي، وكانت معروفة باسم فارس زمان. واللي كان معروف عنه إن هو محتنق الديانة الشيعية الإسماعيلية، واللي كان معروف عنه إن هو ذكي جدا، وكان عنده حلم غريب بالنسبة له، أو حلم أو هاجس في حياته كان عايز يحققه. كان نفسه إن هو يكون زعيم لجماعة ما، أو إن هو يكون آمر لجيوش كبيرة إن هم يتحركوا بأوامره، ويكون هو السلطة الكبيرة اللي موجودة. فعلا ابتدى يستخدم ذكائه ان هو يحقق الحاجات اللي هو عايزها، لحد ما قدر انه يوصل لان هو يبقى موجود في البلاط الملكي. البلاط الملكي اللي كان موجود في العصر ده او في الزمن ده هم كانوا السلاجقة، اللي كان موجود ملك شاه اللي كان هو السلطان السلجوقي اللي كان موجود. وقدر فعلا ان هو يبقى موجود في العصر الملكي، وان هو يبقى موجود، لكنه كون عداوات مع اهم الرجال اللي كان موجود هناك. كون عداوات مع نظام الملك، ونظام الملك ده كان هو شخص واحد، وهو كان المفروض ان هو المستشار بتاع السلطان على طول. الحاجة اللي خلت ما بينهم خلافات هما الاتنين، لأن نظام الملك كان سني وحسن كان شيعي. الحاجة اللي عملت ما بينهم خلافات في الأول مذهبية شوية، بس في الآخر اتحولت الخلافات دي إن هي تبقى خلافات شخصية، لما حس نظام الملك إن حسن بيحاول يوقع ما بينه وما بين السلطان، وإن هو بيحاول إن هو ياخد مكانه في القصر. الحاجة اللي خلت تقوم ما بينهم عداوة هما الاتنين، العداوة دي ما انتهتش إلا لما حسن هرب من المكان كله، وهرب من البلد، وطلع من عنده من بلاده اللي احنا بنقول عليها إيران دلوقتي، وطلع راح على العراق. ومن العراق هناك راح لسوريا، ومن بعد سوريا راح واستقر في مصر اللي كانت موجودة في العصر ده وفي الوقت ده تحت الحكم الفاطمي. وش معنى مصر بالذات وليه اختار مصر؟ لأن مصر كانت موجودة في عصر الفاطميين، والفاطميين كانوا شيعة إسماعيليين. حاجة اللي خلته محل ترحاب، والناس أثبته هناك لدرجة إن هو كان موجود في القصر الملكي. بس من سوء حظه كان في خناقه ما بين المستعلي ونزار عن الحكم، مين اللي هيورث او مين هو اللي هيبقى الخليفه الجاي للفاطميين في مصر. الحاجه دي اللي هو دخل وبقى طرف من الصراع، لما هو انحاز لجانب نزار، وان هو كان عايز نزار يبقى هو الملك، او ان هو يبقى الخليفه الجاي.
بس الجهة التانية اللي كانت عكس حسن ونزار كان موجود هناك المستعلي واللي كان بيدعمه بدر الدين الجبالي. بدر الدين الجبالي اللي كان ليه صيت كبير واسم كبير، لأن بدر الدين الجبالي ده كان هو آمر جيوش مصر، الحاجة اللي كانت مخليه عنده نفوذ وسلطة كبيرة اللي قدر يوصل فعلا المستعلي إن هو يبقى الخليفة الفاطمي الجديد. في الوقت ده بدر الدين شاف زي ما شاف نظام الملك إن حسن هيسبب له مشاكل كتير واللي هيعمل مشاكل كتير، وقرر إن هو فعلا يقبض على حسن شوية، واللي بعدها بأيام نفاه بره مصر خالص. حسن بقى لما طلع من مصر وما لقاش اي مكان يروحها رجع تاني لفارس او رجع تاني لايران. ومع مجرد وصوله لايران طبعا الاخبار بتوصل لنظام الملك اللي بيلاقي فرصه خلاص ان هو يقبض عليه تاني او ان هو يقتله. بس في الوقت ده بنشوف ان حسن على طول رجع وابتدى يدعى للديانه الاسماعيليه النزاريه نسبه الى نزار اللي كان المفروض يمسك الحكم في مصر، وابتدى ان هو يجمع حواليه ناس واللي يعمل حاجه زي طائفه او يعمل حاجه زي ثوره صغيره كان بيحاول يقلب بيها النظام. لكن المؤامرة دي أو الحاجة اللي هو كان بيحاول يعملها فشلت، وده اللي اضطر إن هو يهرب هو والرجالة اللي معاه لشمال البلاد في الوقت ده، واللي يطلع هناك لدايلم. دايلم دي اللي كانت معروفة في الوقت ده إن هي المفروض كانت عاصمة أو مش عاصمة، هنقول إن هي مكان كان بيتواجد فيها أساسا أو الناس اللي ساكنين فيها شجعان. الناس كانت بتحب الحرب وبتحب القتال على طول، وما كانوش بيخافوا من أي حد موجود تاني في البلد. ومن هناك ابتدى إن هو يجمع الجماعة بتاعته والمنظمة بتاعته من الناس دي، وإن هو يبتدي يدربهم إن هم يبقوا أتباع ليه. بس في الوقت ده بقى قرر ان الجماعة بتاعته بتنمو، ان هو عايز مكان او قلعة تكون هي الحصن بتاعه عشان يقدر يدير منها كل الحاجات بتاعته دي. في الوقت ده وسنة 1090 تقريبا وصل او وقع اختياره على مكان او قلعة كانت موجودة اسمها قلعة آل موت. القلعة دي اللي مشهورة جدا ان محدش بيقدر يطلع لها ولا جيوش حتى بتقدر ان هي توصل لها، لان الجيوش عشان توصل لها هو مفيش الا مكان ضيق وطريق ضيق هو بس افراد معدودة اللي تقدر توصل منه. بس كان صعب اختراقها وحتى على جماعة حسن ان هم يدخلوها، فحسن قرر ان هو يعملها بذكاء شوية وتنكر ان هو طالب علم وطلع قعد في القلعة دي. واللي بعد مدة مش كبيرة قوي في القلعة دي قدر ان هو يدخل الاتباع بتوعه واحد ورا التاني القلعة لحد ما قدر ان هو يسيطر على القلعة ويعزل منها الملك اللي كان موجود جواها. واللي بعدها على طول قرر ان هو هينزل ويمشي كل الناس اللي كانت موجودة في القلعة ويبعتهم عن المكان خالص، واللي بقت القلعة خاصة بيه وبرجالته بس. ومن هنا هو بدأ نقطة فاصلة في حياته أو بدأت نقطة جديدة في حياته اللي اطمن فيها إنه خلاص محدش قادر إنه يوصل له، وإن هو دلوقتي في مكان أمان محدش هيقدر فيه إن هو يوصل له وإنه يقدر يدير بينها كل حاجة. وابتدى إن هو فعلا يدرب رجالته على المهمات بتاعتهم وإن هو هيعوز منهم مهمات كبيرة. بس في الوقت ده الأخبار كانت بتوصل لنظام الملك وبتوصل لملك شاه، واللي عرفوا إن هو بيشكل خطر كبير على السلاجقة الموجودين حاليا في الدولة دي أو إن هم الموجودين في إيران. فقرروا انهم يبعتوا فرقه من الجيش ان هي تقتحم الحصن ده وان هي تقبض على حسن او تقتله هو واللي معاه. بس الفكره ان الجيش اللي راح له والفرقه اللي راحت له ما قدرتش ان هي تدخل بكل محاولاتها بكل طرقها، مع ان القلعه اساسا ما كانش فيها افراد كتير في الوقت ده. حاجه اللي يبين لنا ان القلعه فعلا كانت محصنه بطريقه كبيره وان محدش فعلا كان قادر يدخلها، وقدر ان هو يهزمهم. وردا على الهجوم ده هو قرر ان هو يغتال نظام الملك. هو مش نسيله كل اللي عمله ومش ناسي ان هو مثلا بيسعى وراه على قتله، فقرر ان هو يغتاله وبعت فعلا واحد من الاتباع بتوعه ان هو يغتاله. حد من الاتباع ده استغل مره ان نظام الملك كان وسط الرعايه وان هو موجود في مكان وقرب منه بهيئه واحد مشرد ان هو المفروض بيستعطفه ان هو عايز حاجه دي اللي خلت نظام الملك يسمح له ان هو يقرب منه وهو جاي يديله فلوس عشانه او دنانير من اللي كانت موجوده. يبدا الشخص ده ان هو يطعن نظام الملك لحد ما ادى لوفاته. طبعا كل الجنود اللي حوالين نظام الملك قتلوا الشخص ده، بس الشخص ده كان عارف من الاول ان هو رايح وكان ناوي ان هو يموت، وان هو مش مجرد ان هو موافق، ده هو كان فرحان انه هيموت كمان في العمليه دي. ودي الحاجه اللي كانت غريبه. ده بقى اللي يرجعنا هو ليه اساسا موافق وازاي فرحان اساسا انه هيموت في الحركه دي. حاجه دي بقى ترجعنا لفكره الجنه او لجنه حسن الصباح اللي كان واهم بيها كل الناس اللي حواليه. حسن من اول ما دخل قلعه آل موت وهو اسس لنفسه مكان قريب منها او مكان كان جوه القلعه محدش عارف بالظبط كان فين. الحاجه اللي هو اسس مكان كان عباره عن جناين خضراء وعمل فيها قصر كبير كان مزينه بالذهب، والجناين الخضراء دي ملاها فواكه وبناها اشجار كبيره وعمل فيها حاجه ممكن تكون قريبه من الجنه. ويقال ان هو حفر فيها انهار، كانت الانهار دي من اللبن والعسل واللي كانت عامله منظر مهيب لكل اللي بيشوفها. طبعا ما ننساش اهم حاجه ممكن تغري اي حد ممكن يدخل المكان ده وهو اختياره للفتيات بدقه وعنايه كبيره ان هي تكون حلوه فائقه الجمال، اللي كانوا ممكن ان هم يسمحوا او يغروا كل اي حد يدخل جوه القلعه دي او يدخل جوه المكان اللي هو مسميه بالجنه. واللي هو فعلا كان بيحاول يزرع الفكره جوه اتباعه او جوه الناس اللي حواليه ان دي الجنه وان ده مكان مش موجود على الارض، وان هو بس اللي معاه المفتاح بتاعه، لان هو الشخص الوحيد في العالم اللي عارف المكان ده بيتوصل له ازاي.
لا اللي جوه عارفين المكان ده فين ولا بيخرجوا منه، ولا اللي بره بيعرفوا ان هم يوصلوا له. وعشان يأمن ده كله يقال ان هو حاوط المكان ده كله بأسوار عالية وعالية جدا عشان محدش يقدر ان هو يشوف ايه اللي جوه. وابتدى فعلا ان هو يعمل، ومن هنا تقريبا جت التسمية بتاعتهم ليهم مطلق عليهم الحشاشين، لان حسن كان مستغل لان النبات ده مزروع بكميات جوه القصر بتاعه او جوه قلعة آل موت، وكان بيستغل ان هو ينيم بيها الاتباع بتوعه. يعني مثلا اللي هو عايزه ينفذ منه مهمة كان بياخده وبيسهر معاه، واول ما خلاص الموضوع بيجيب اخره وان الشخص ده بيغمى عليه، حسن كان بياخده ويوديه المكان اللي اسمه الجنة. طبعا الشخص ده بيفوق وبيلاقي قدامه بقى الجناين والقصر اللي من ذهب والفتيات وكل حاجة مسموحة انه يعملها. هو بيصدق فعلا انه في الجنة، وخصوصا ان النباتات كمان من اللي كانت حواليه كان نبات الحشيش، الامر اللي كان بيساعد ان هو يفضل معظم الوقت ان هو برضه مش في حالة فوقان، وان هو مصدق فعلا انه في الجنة. لحد في مرحلة ما وبعد كام يوم بيطلع حسن وبيتخدره بطريقة ما، واللي بياخده وبينزل بيه تاني. طبعا هو ما يعرفش فين المكان ده، وبيفكر فعلا ان هو كان في الجنة فوق. الحاجة اللي بتخلي حسن اي امر هيأمروا بيه او اي حاجة هيأمرهم بيها ان هم هينفذوها عشان يرجعوا تاني للمكان ده. فكرة كمان ان هو كان وعدهم بفكرة ان هم حتى لو ماتوا او استشهدوا ان هم المفروض الملائكة هتاخدهم توديهم للجنة دي. كان اكبر سبيل واكبر ضلال كان ممكن يكون بيعمله حد في اتباعه. اعتقد ان فكر اساسا الشيطان ذات نفسه ما تهيأليش انه يقدر ان هو او يجرؤ انه يعملها مع حد. ومن هنا بقى كان بيطلب منهم النقط او فكرة الاغتيالات اللي كان بيطلبها ان هو يعملها، وهم كانوا بينفذوها من غير مراجعة وراه او من غير ما حد يرفض له اي طلب، لان كله عايز يرجع للجنة بتاعته او عايز يرجع للجنة اللي هو هيمهم بيها. يعني لو قلت لكم مثلا العداوات اللي كان مؤسسها حسن الصباح مع كل الناس اللي حواليه مش هتصدقوا الاعداء من كترهم. كان عامل مع العباسيين والفاطميين والسلاجقة، وكان عامل عداوات كمان مع الأيوبيين، غير طبعا الصليبيين اللي ما سلموش حتى من أذاه. لا ساب مسلمين ولا ساب مسيحيين إلا وكان عامل أذى كبير مع كل الناس. ده اللي كان خلى عنده عداوات كبيرة، واللي خلى عنده ممكن أقول إن ما كانش حد كان مستحمله، وكان كل الناس بتخاف منهم في الفترة دي. وخصوصا إن هم كمان مش قادرين إن هم يقضوا عليهم أو قادرين إنهم ينهوهم بشكل كبير. ده غير طبعا أهم العمليات الاغتيالية اللي عملوها، يعني مثلا اغتيالهم لنظام الملك واغتيالهم للخليفة العباسي واغتيالوا الخليفة الفاطمي، غير طبعا إنهم اغتالوا الملك الصليبي للقدس في الوقت ده. كانت كلها عمليات اغتيالات كبيرة، ومن أشهر عمليات الاغتيالات اللي كانوا حاولوا إن هم يعملوها هي اغتيال صلاح الدين الأيوبي. المحاولة اللي فشلت الأول في ساعة هجومه على حلب، اللي كانوا قرروا إنهم يقتلوه في وسط المعركة، لكنهم فشلوا إنهم يعملوا ده. لكن بعدها بسنين كانوا هم قادرين ان هم يغتالوا صلاح الدين الايوبي، لكن هم اللي رفضوا لان هم كانوا عايزين منه طلب تاني. لان كان صلاح الدين كان محاصر المكان اللي فيه الحشاشين، وهم كان طلبهم الاساسي ان هو يسحب الجنود بتاعه والجيش بتاعه من حوالين القلعه بتاعتهم. واللي فعلا نفذ صلاح الدين ده عشان هم ما يختلوهوش، لان كانت فكره الاغتيال دي كانت فكره جباره. يعني مثلا انا هقول لكم الناس دي كانت مدربه بشكل رهيب من خلال القصه اساسا بس بتاعه صلاح الدين. صلاح الدين وهو محاصر القلعة بتاعتهم بيجي له رسول من موجود من شيخ الجبل. شيخ الجبل ده الشخص اللي كان مسؤول بعد حسن الصباح عن القلعة. بيوصل له الرسول ده وبيطلب منه ان هو معاه رسالة من شيخ الجبل، وان هو مش هيقول الرسالة دي الا لما يكونوا هما الاتنين بس لوحدهم. وقتها صلاح الدين بيطلب بتفتيش الرسول ده، واللي فعلا بيفتشوه ما بيلاقوش معاه اي حاجة. وقتها صلاح الدين بيأمر كل الناس ان هي تمشي ويفضل اتنين بس معاه. وقتها بيعيد الرسول تاني بيقول له ان هو يخرج الجنديين دول لان الامر ما يستحملش ان حد يسمعه تاني. وقتها صلاح الدين اللي بيرفض وبيقول له ان الاتنين دول زي ولاده وان هم اكتر اتنين بيثق فيهم، وان هو لو ما قالش ياخد نفسه ويمشي. في الوقت ده بيتفاجئ صلاح الدين ان الرسول ده بيقول للجنديين بتوعه ان هو لو امرهم باسم حسن الصباح انهم يقتلوا صلاح الدين الايوبي هيعملوا ده ولا لا. وقتها صلاح الدين اللي بيتفاجئ اكتر لما بيلاقي الجنود بتوعه بيرفعوا السيوف بتاعتهم وبيقولوا امروا واحنا هننفذ. ليكتشف ان اكتر اتنين هو كان بيثق فيهم واللي معتبرهم اولاده هم اتنين كانوا مزروعين جنبه من الحشاشين اساسا. يعني ده يبين لنا اساسا قد ايه فكره التنكر وفكره الاخفاء اللي كانت عندهم كانت اكتر من روعه واكتر من ناجحه. مش هقول اكتر من روعه، قصدي ان هي كانت كده، بس كانوا قادرين فعلا ان هم يتخفوا في اي مكان وفي اي زمن بقدره كبيره ان محدش يعرفهم. ما كانش حد قبليهم يعرف ان هو يعمل التكتيكات دي او بالاسلوب اللي هم كانوا بيعملوه والطريقه دي. فكرة الجواسيس حتى قبل كده كانوا بيبقوا فدائيين ان هم رايحين يعرفوا ايه ده عشان خاطر دولتهم. دول ممكن اقول ان كل مهمتهم كانت يا الفلوس يا اما فكرة الجنة الموهومة او اللي هم كانوا موهومين ان هي جنة وموجودة. غير طبعا التدريبات الكبيرة اللي كانوا بياخدوها، اللي كانوا فيها بيتدربوا على القتال او الاغتيالات بشكل كبير جدا. غير طبعا انهم كانوا بيتعودوا على لغات كتيرة عشان اي مجتمع يقدروا يدخلوا ان هم يقدروا يندمجوا فيه وان هم يستمروا في عملياتهم من غير ما حد يكشفهم. ده الحاجة اللي حصلت مع صلاح الدين وحصلت مع ناس تانية كتير في الأوقات دي.
اعتقد بعد كل اللي سمعتوه عن الحشاشين دي ان الجماعة دي جماعة اسطورية وان صعب ان هي تتهزم بسبب المكان اللي هم موجودين فيه او الطريقة اللي هم بينفذوا بيها عمليات الاغتيال، ان محدش هيقدر يقتلهم. بس ازاي انتهت بقى الجماعة دي؟ اعتقد ان كل متوقع ان لازم علشان حد يبيد الجماعة دي ان يبقى حد اكتر منهم توحش بشكل كبير. وده فعلا اللي حصل لما دخل لهم هولاكو، وهو كان قائد التتار وحفيد جنكيز خان. هولاكو كان جبار وكان معروف عنه ان هو همجي في كل الاماكن اللي بيدخلها. ومن سوء حظ الحشاشين ان القلعة بتاعتهم كانت موجودة في مكان كان هولاكو عايز ان هو يسيطر عليه. الفكرة بقى ان هو كان عارف الحشاشين والسمعة بتاعتهم، وان هو كان عارف ان هو ما ينفعش يسيبهم وراه، فقرر ان هو هيطلع للقلعة دي وان هو لازم يدمرها. ويقال ان حصار هولاكو للقلعة او لقلعة ألاموت استمر لأكتر من 3 سنين عشان يقدر ان هو يوقعها. بس يعني 3 سنين قدروا ان هم يصمدوا جوه لحد ما وقعت. اعتقد ان ده رقم كبير لاي حاجة او لاي حصن ممكن يكون موجود، وخصوصا ان هولاكو او التتار كانوا بيحرقوا الاخضر واليابس اللي قدامهم، واللي كانت موجودة في يوم من الايام ويقال عليها الجنة فوق اتحولت للنار بتلتهم كل اللي جواها. ان هولاكو دخل جوه وقرر انه هيقتل ومش هيسيب اي حد، وكل اللي جوه اتحرق فعلا وقتلهم وذبحهم. كانت مجزرة كبيرة واللي أنهى بيها تقريبا عن وجود كل أو معظم اللي كانوا موجودين من الحشاشين في الوقت ده. الحاجة اللي خلت الأسطورة بتاعتهم تتهد بهد قلعتهم وإن كل حاجة اتسوت بالأرض. بس دي ما كانتش النهاية الفعلية ليهم، لأن كان ليهم لسه أتباع تانية موجودين ممكن أقول في آسيا وموجودين في أماكن تانية. متمش القضاء عليهم إلا بعدها بأكتر من 20 سنة لما قضى عليهم المماليك اللي كانوا موجودين في مصر، لما قرروا انهم يخلصوا على طائفة الحشاشين بشكل نهائي وان هم يقطعوا الجماعة دي من الوجود. ده بقى يرجعنا للمسلسل بتاعنا، واللي اقول ان هو فعلا قدامه تحديات، واللي اعتقد ان انتوا شفتوا ان هو هيبقى قدامه تحديات كبيرة. حسن بن الصباح ما كانش اي فرد عادي، ده كان واحد قادر ان هو يقنع ناس ان هو معاه جنة في ايده في الارض، وان هو قادر ان هو يموتهم ويحييهم بشكل كبير. الحاجة دي انا معرفش كريم عبد العزيز هيقدر ان هو يجسدها ويستخدمها بشكل كبير ولا لا، واللي اتمنى ان هو يقدر. بس القصة لحد دلوقتي انا متخوف فعلا بالشكل اللي هتبقى بيها، لان القصة رهيبة وكبيرة، واللي مش عارف فعلا هم ازاي هيعالجوها في الكتابة. اللي اتمنى المسلسل يكون حلو، واللي انا من دلوقتي منتظر رمضان الجاي عشان اشوف ايه اللي هيحصل في المسلسل وازاي هيطلع والصورة اللي هتكون طالعة بيها. اعتقد ده كل الكلام اللي كان عندي، وده كل اللي اعرفه عن الحشاشين، اللي انتوا كمان لو دورتوا وراهم اكتر واكتر هتلاقوا قصص مثيرة اكتر بكتير من دي. بس دي اعتقد اقرب حاجة كانت للواقع، وان ده الحاجة اللي ممكن يتقال عليها ان هي ممكن حاجات فيها تتصدق. الحشاشين اسطورة واسطورة كبيرة، وممكن يفضل لغز كمان من الغاز التاريخ. فبس كده، هو ده كل اللي كان عندنا النهاردة، اللي اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش انكم تشتركوا معانا في القناة، او ما تنسوش كمان تعملوا لايك لانه فعلا بيساعد. واشوفكم بقى الحلقة الجاية. سلام.